يا ربي، انا حاسس ان انا صاحي متاخر. خليني اشوف الساعه كام. ازاي يعني الساعه 10؟ هو انا مش قايل لماما تظبط لي المنبه الساعه 9 علشان يصحيني؟ يعني ايه يعني الساعه 10 دلوقتي؟ انا طالعه لها علشان خاطر اشوف هي ليه ما ظبطتش المنبه. يوه يا ماما بقى. عايز ايه ماما عايز ايه؟ يا ماما، هو انا مش قلتلك تظبطي لي المنبه علشان خاطر اصحى؟ وانا قلتلك 100 مرة اظبط المنبه قبل ما تنام الساعة 9 علشان يصحيك. انا مالي بقى انك ما ظبطتهوش، دي مش مشكلتي. انت عندك دلوقتي 12 سنة، كبير كفاية تظبط المنبه قبل ما تنام انك تصحى الساعة 9. انا مالي بقى انك ما ظبطتهوش، دي مش مشكلتي. يا ماما، انت عارفة ان انا بنسى كتير، كان المفروض تظبطي المنبه. مش مشكلتي، انا مالي، واصلا انا ايش عرفني انك ما ظبطتش المنبه؟ هو انت قلت حاجه ظبطت ولا ما ظبطتش ولا مش عارفه ايه؟ مش مشكلتي. على العموم خش استحمى بسرعه بدل ما تقعد تتخانق معايا كده. خش استحمى قبل ما الوقت يفوت، عشان لو فضلنا كده هتقعد لحد الساعه 1 ومع ذلك مش هتروح في حته. يلا خش استحمى. يو بقى. حاضر يا ماما. حاجه تاني؟ وانت طالع بالمرة ابقى صحيلي لارا علشان خاطر مش راضية تصحى. استنى بس قبل ما تخش، انا هعمل لك الفطار دلوقتي. التوست اللي انت عايزه بتحبه بالبلو بيري ولا بالفراولة ولا ايه بالظبط؟ مش عشان مش فاكرة. لا يا ماما، قلت لك كذا مرة بحبه سادة معليهوش حاجة، واعملي لي كمان كوباية شاي. طيب ماشي خلاص، يلا روح استحمى. طب ماما خش استحمى. حاضر. متأخر وبيزعقلي ومتضايق ولسه هيقول لي يا ماما. حاجة غريبة. لما صح انا لارا على بال ما يطلع الاستاذ اللي جوه ده هتكون عدت ساعة ولا هستفاد منه حاجة. اصحيها انا بنفسي. كوكو يا صغنن انت. لولو صحصحي يا لولو، صحصحي. ماما يا روح ماما، انتي. ايوه انتي روحي. تعالي اخاتي انتي كتكوتة خالص، انتي احلى واحدة في العيلة. تعالي بقى علشان خاطر ايه نعمل الفطار لاخوكي مراد المتأخر. تعالي بقى علشان خاطر نعمل لاخوكي التوست اللي هو عايزه. ايه ده؟ انا سامعه صوت زعيق. مين اللي بيزعق كده؟ خليني اطلع فوق كده اشوف مين بيزعق. نشوف بقى مين بيزعق على الصبح. في ايه يا ماما؟ انا سامعه صوت زعيق من تحت. هو انتي اللي كنتي بتزعقي؟ لا جارتي. ايه الكسفة دي؟ طيب بس كنتي بتزعقي ليه؟ طيب اخوكي كالعاده نسى يظبط المنبه وجاي بقى ايه بيزعق لي وبيقول لي ما ظبطتيش المنبه ليه ومش عارفه ايه. قلت له انت عندك 12 سنه مستنيني انا اللي اظبط لك المنبه وانا قايله لك مليون مره قبل ما تنام تظبط المنبه؟ فبس بقى ايه، فالمهم قلت له خش استحمى عشان لو فضلنا كده هتضيع الوقت كله. ولسه بقى ايه هيقول لي ماما، رحت مزعقه له قلت له خش استحمى. قاعدة بعمله بقى الفطار دلوقتي علشان خاطر اسمه ده على بال ما يطلع ويشوف هيعمل الفطار هيكون التمرين ابتدى وكمان اتمرنوا وخلص كمان. فده بعمله الفطار. طب اساعدك؟ طب هو اكيد قالك اعملي لي شاي. خلاص انتي التوست وكده وانا هعمله الشاي. ماشي خلاص ماشي. روحي جيبي الكوباية من هناك واهو البراد صبي له بقى شاي. خلاص ماشي. وحاسبي لحسن تدلقي الشاي زي المرة اللي فاتت. ها لا ما تخافيش مش هكبه. طيب انا جيت. حضرتولي الفطار؟ حضرناه لك. عملت لك التوست السادة اللي انت عايزه ونادين عملت لك الشاي. طيب تسلم ايديكم. انا جاي هقعد جنبكم علشان خاطر اكل الاكل.
نشرب الشاي بقى. يجنن. نحطه بقى كده على جنب وناكل بقى التوست. جنان برضو. تسلم ايديك يا ماما. العفو يا حبيبي. خدهم بقى دلوقتي وانا هغسلهم دلوقتي. غسلت الحاجة وجيت اهو. تعالوا بقى احكولي بقى كده. تعالوا كده نحكي او نفرفش او نعمل اي حاجة على بال ما تعدي الساعة علشان خاطر تنزل. اوكي يا مراد؟ طيب يا ماما. وانتي يا نادين موافقة؟ اكيد طبعا موافقة. ده انا هحكي لكم على شوية مواقف حصلت معايا في المدرسة انتوا ذات نفسكم ما عديتوش بيها. هحكي لكم. طيب يا ماما خلاص عدت ساعة دلوقتي، انا لازم انزل علشان خاطر التمرين. الشنطة تحت هاخدها وامشي بقى. تمام يا مامي؟ تمام يا حبيبي. متنساش تاخد معاك التليفون عشان خاطر تتصل بيا لما تخلص عشان اطمن عليك. اوكي يا ماما. انا كمان نازله معاك يا مراد علشان اقعد تحت في الاوضه عشان خلاص زهقت من القعده هنا. ماشي يا مراد؟ طيب يلا بينا يا نادين. مراد مشي. هعمل ايه؟ لازم افكر هعمل ايه. ايه ده؟ مين بيرن الجرس دلوقتي؟ هو مراد ناسي حاجه ورجع ياخدها ولا ايه؟ خليني اروح اشوف كده مين بيرن الجرس. ايوه جايه. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ فاكراني؟ وحشتيني. عامله ايه؟ انا فاكره اسمك. انتي قلتيلي اسمك مروه صح؟ هو في ايه؟ مالها دي؟ في ايه يا حبيبتي؟ مش فاكراني ولا ايه؟ ومين حضرتك اصلا؟ انا اللي نزلت معاكي في الاسانسير. مش فاكراني؟ اسانسير؟ انا ما نزلتش في الاسانسير هنا خالص. يمكن قصدك ماما. ثواني هناديها. ماما. يوه، هي نادين دي ما تعرفش تعمل حاجه من غير ما تناديني. لما راح اشوف في ايه. جايه يا نادين انا جايه. في ايه يا نادين؟ مش عارفه تفتحي الباب؟ لا يا مامي عارفه فتحت الباب بس في حد انا مش عارفه، حتى مش عارفه اسمه. هي بنت، في واحده بره كده انا مش عارفه مين دي. اطلعي بقى شوفي مين دي. طيب وسعي. ايه ده؟ مس عبير عامله ايه؟ الحمد لله. مين التانية بقى دي؟ اصلها فتحت لي الباب وانا مش عارفه مين دي. بقول لها نزلتي معايا في الاسانسير ومش عارفه ايه، بتقولي ما اعرفش. معلش اصل دي بنتي نادين، انا مروه اللي نزلت معاكي عشان كده ما عرفتكيش. قلتيلي. طيب بقى بيعرفيها مين انا علشان لما وقت ما اجي تبقى عارفه. طيب حاضر. بس هو سؤال يعني، هو انتي جيتي ليه؟ محتاجه حاجه؟ اصلا انا النهارده هعمل لهم ايه في البيت، غدوه كده عزماهم. المهم بقى قلت ايه لازم اعمل حاجه ليها القيمه كده على الغدوه، فقلت اعمل لهم سمك مقلي. اصل انتي عارفه كده السمك البوري غالي قوي، فقلت ايه اجيب سمك مقلي وخلاص. المهم جبت السمك ونسيت بقى اهم حاجه، نسيت اجيب زيت علشان خاطر اقلي السمك. ما عندكيش زيت كده استلاف بس؟ زيت. طيب ماشي، هطلع هشوفلك، لو لقيت زيت هجيبهولك، لو ما لقيتش هقولك. على فكرة السوبر ماركت قريب يعني مفيش مشكلة لو رحتيله، يعني هشوفلك لو في زيت او مفيش. اتفضلي اهو جبتلك الزيت الحمد لله. كانت اخر ولا ازازة زيت عندي قلت مش هستخدمها فقلت اديهالك. اتفضلي. حبيبتي يلا بقى. اتفضلي. تشكري، ده انا كنت عايزه زيت والله. بصي بقى لو احتجتي اي حاجه بتعليلي وانا هديكي على طول. هيك اخد من عندها ازاي وهي اصلا اللي بتيجي تاخد من عندي. يلا مش مهم. طيب سلام بقى يا مس عبير. سلام يا حبيبتي. مين دي يا ماما؟ طريقتها غريبة قوي. مين دي؟
دي يا ستي تبقى واحدة من أقدم الناس اللي موجودين في العمارة، يعني تعتبر يعني مثلا دي صاحب العمارة، هو عارفها وهي عارفاه وكده يعني، فتعتبر ايه من صحاب العمارة. المهم الأسبوع اللي فات لو فاكرة أنا نزلت فتح الله، وأنا نازلة في الأسانسير بتاع العمارة ايه اللي حصل؟ كانت جاية وبتقولي استني يا حبيبتي خديني معاكي، أنا مش بقدر استنى الأسانسير بطيء قوي. المهم بقى ايه، فانا كنت قاعده بحاول انها تخلي الاسانسير بسرعه ان هو يقفل. المهم بس لما شفت طريقه كلامها قلت لا لحسن تكون من صحاب العماره لما تشوفني بعمل كده إيه تحصل مشاكل. فبعد كده رحت ايه فاتحه تاني الباب وسبتها تنزل معايا، وبما ان الاسانسير بطيء قعدنا بقى نحكي وعرفنا بعض، وبقى ده اللي حصل. اها حكيتيلي، طيب خلاص مفيش مشكلة، يعني دي جارتنا يعني بالظبط كده، فلما بقت ترن ما تبقيش تستغربي مين دي. تمام خلاص تمام يا ماما، يلا بينا بقى علشان بس الوقت اتأخر. صح انت عندك حق، ده هعدى كتير قوي سهينا في الكلام. فين اخوكي كده ما اتصلش بيا يعني؟ تفتكري هو يا نادين؟ استني اروح افتح كده. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، ايه اتأخرت كده ليه؟ ما اتصلتش بيا؟ اتصلت بيه كذا مرة مشغول مش عارف، فقلت خلاص بقى وجيت كده جاري علشان قلت لحسن يكون حصل حاجة. انتوا كويسين؟ يا حبيبي كله تمام. طب تعالى بقى علشان عندي ليك مفاجأة انت واختك. مفاجأة بقى يا حلوين، ان انا هطلب لكم ديليفري. ايه ده؟ الله شكرا قوي يا ماما، انا كان نفسي قوي نطلب ديليفري. هتطلب لنا بقى ديليفري ايه؟ الله ديليفري، انا نفسي قوي في بيتزا، بليز يا ماما اطلبي بيتزا. وانا يا مامي برضو نفسي في بيتزا، بليز اطلبي بيتزا. خلاص ماشي يا حبايبي هطلب بيتزا، هطلب بقى كده 3 بيتزا. بس ازاي 3 بيتزا يا مامي؟ طب ولارا؟ طب بابا؟ لارا يا حبيبتي ما بتاكلش الاكل ده، انا بس بديها الببرونه بتاعتها. ولو على باباكي اصلا قال لي ان هو جاي النهارده متاخر، شكله كده ناوي يخرج مع صحابه وياكل بره، فخلاص بقى نطلب احنا ديليفري. تعالوا بقى علشان تشوفوا هتطلبوا بقى ايه بيتزا بايه. خلاص كده تمام، اخر كلام هتطلبوا الكلام ده اكلم الراجل. يا ماما خلاص اطلبي الدليفري. طيب ماشي هكلمه دلوقتي، هدوء بقى علشان خاطر اسمعه. الو السلام عليكم، كنت عايزة اطلب 3 بيتزا. واحدة مارجريتا، واحدة بيبروني، وواحدة 6 تشيز. شكرا، هيوصل امتى بس معلش؟ ينفع طيب اسرع؟ على فكرة احنا جنبكم يعني، ممكن اقول لحضرتك العنوان؟ اوكي طيب ماشي خلاص تمام، هقول لحضرتك العنوان دلوقتي. الابراهيمية، شارع لاجيتيه، برج الشروق. خلاص تمام ماشي، سلام. خلاص كده يا ولاد، جاي في الطريق، نص ساعة والدليفري هيجي. ده اكيد الدليفري، خليني اطلع واشوف. المفروض حضراتكم طلبتوا 3 بيتزا، واحدة مارجريتا، واحدة 6 تشيز، وواحدة بيبروني، صح كده؟ ايوه بالظبط. شكرا، هجيب لحضرتك الفلوس دلوقتي. اقدر بس اعرف الحساب كام؟ الحساب 500 جنيه. تمام اتفضل. شكرا، اتفضلي ال3 بيتزات بتوع حضرتك. يلا انا ماشي، سلام. البيتزا جت يا ولاد، يلا بينا بقى على فوق علشان ناكل فوق، يلا بينا.